منطقة الساحل الإفريقي هي منطقة مليئة وغنية بالثروات، لذا تشهد توترات متواصلة حيث تحلق المسيرات وجماعات مسلحة وشيوش أجنبية تراقب وتتدخل. اليوم سنتحدث عن هذا البلد، بلد اسمه مالي يغرق في الأزمات وهي لا تنتهي، مع تسليط الضوء على لغز الشمال المتمثل في حركات تحرير أزواج. الموضوع متشابك وتاريخي ومثير، لذا اربطوا الأحزمة لننطلق معا. ثمة تحالف غير مسبوق تحت النار، حيث يوم السبت 25 من أبريل 2026 نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة هجمات معقدة ومنسقة، ضربت 5 مدن مالية واستهدفت مقارا سيادية في باماكو ومناطق عدة، وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي الجنرال سيدو كامارا. استهدف انتحاري يقود سيارة مفخة منزله في كاري، البلدة العسكرية المحصنة على بعد 15 كيلومتر شمالي غرب باماكو. ولقي كامارا حتفه إلى جانب زوجته الثانية وحفيدين له. جدير بالذكر أن كاتي هي أيضا مقر إقامة الرئيس المؤقت أسيمي غويتا الذي نقل إلى مكان آمن فور اندلاع الهجمة. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الهجوم نفسه، بل في البيان الذي أصدرته الجماعة، حيث أعلنت أن هذه الهجمات تمت بمشاركة نشطة وتنسيق مع جبهة تحرير أزواج، وهو ما أكده المتحدث باسم الجبهة علنا. هذا التنسيق يمثل تطورا خطيرا جدا لباماكو. نحن هنا نتحدث عن تلاقي مصالح تكتيكي بين حركات جهادية وحركات قومية أزواجية كان يجمعها في الماضي صراع، لكنهما اليوم يوجهان بنادقهما نحو عدو واحد، المجلس العسكري المالي. وزاد على ذلك أن جبهة تحرير الأزواج وجهت في بيانها رسالة مباشرة إلى روسيا تدعوها إلى عدم التدخل من أجل علاقات مستقبلية مستقرة، وهي رسالة دبلوماسية لافتة تكشف وعيا بالأبعاد الجيوسياسية للمعركة. أما المحللون فقد أشاروا إلى أن الهجمات كشفت فشلا استخباراتيا فادحا لقوات فاغنر التي عجزت عن رصد التحذيرات أو حماية المدن الكبرى. من هم المتمردون؟ لفهم القصة يجب أن نعود للوراء قليلا. إقليم زوال هو التسمية التي يطلقها سكان الشمال على مناطقهم، تومبكتو، غاو، وكيدال، وتتشارك في هذا الإقليم قوميات رئيسية أبرزها التوارق والعرب. منذ استقلال مالي في الستينات شعر سكان الشمال بالتهميش السياسي والاقتصادي، وفي يناير جانفي 2012 وبعد موجات جفاف قاسية دمرت سبل العيش وأبرزت حجم التهميش، أطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزواج حملة مسلحة كبرى من أجل الاستقلال. وكان كثير من مقاتليها من المحاربين القدامى الذين خدموا في صفوف الجيش الليبي بين حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعادوا بعد سقوطه عام 2011 مثقلين بالأسلحة الثقيلة، وهو ما أعطى التمرد زخما غير مسبوق مقارنة بتمردات 1990 و2007. استغلت الانقلاب العسكري الذي وقع في باماكو في مارس 2012 تقدمت الحركة بسرعة، وفي السادس من أبريل 2012 أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواج رسميا باستقلال إقليم أزواج عن مالي. حركات أزواج ليست كتلة واحدة، قد تظن أن مقاتلي أزواج جبهة واحدة، لكن الواقع معقد جدا. فبعد إعلان الاستقلال في العام 2012 سيطرت الجماعات الجهادية على الأرض ودخلت في مواجهة دموية مع المتمردين التوارق أنفسهم، مما أدى لتعقيد أزمة الشمال وتدخل فرنسا عسكريا. اليوم تتوزع ولاءات الحركات الأزواجية كالتالي: الإطار الاستراتيجي الدائم كان يضم جماعات مسلحة تطالب باستقلال أزواج أو حكمها ذاتيا، وخاض معارك طاحنة ضد الجيش المالي وحلفائه الروس، قبل أن يذوب في نوفمبر 2024 في كيان موحد جديد هو جبهة تحرير أزواج. الحركات الموالية لباماكو سابقا مثل ميليشيا حركة أنقاذ أزواج التي تحالفت مع الحكومة المالية بعد اتفاق 2015 ودخلت في معارك شرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، مما جعل قبائلها عرضة لهجمات انتقامية من قبل التنظيم. جبهة تحرير زوال تأسست رسميا في 30 نوفمبر 2024 فقط اندماج 4 تنظيمات أزواجية وجناح منشق، وعلى الرغم من حداثة تأسيسها أبرمت في غضون أشهر تحالفا ميدانيا مع تنظيم القاعدة في الصحراء شاركت بموجبه في ضرب العاصمة. بعد سنوات من الحرب نجح الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا في ماي 2015 في التوصل إلى اتفاق سلام ومصالحة في الجزائر مع الحركة الوطنية لتحرير أزواج وغيرها من الحركات المسلحة، وتم دمج بعض قادتهم في الحكومة. لكن ماذا حدث؟ عندما جاء المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا بدأ تدريجيا في إضعاف هذا الاتفاق، وفي العام 2024
أعلن العسكر رسميا التخلي عن اتفاق الجزائر، مما أعاد إشعال الأعمال العدائية والقتال الشرس مع مسلحي الشمال. ثم دخلت فاغنر وبدأت حرب المسيرات في الشمال. بمجرد انهيار اتفاق السلام لم يعد الجيش المالي يقاتل وحده في الشمال، فقد استدعت السلطات قوات مجموعة فاغنر الروسية أو ما يسمى فيلق أفريقيا كبديل للقوات الفرنسية التي تم طردها. وفي يوليو 2024 منيت هذه القوات المشتركة بضربة موجعة، إذ هاجم مقاتلو التوارق قافلة من الجيش المالي، قافلة مالية تعود للجيش المالي وعناصر فاغنر في منطقة تينزاوتي. وادعى المهاجمون مقتل 84 روسي و47 جنديا ماليا. ولمحت أوكرانيا إلى أنها قدمت دعما استخباراتيا للمتمردين، فرضت مالي بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف، كاشفة عن البعد الدولي المتشعب للمعركة. أرادت السلطات المالية بتزعيد استخدام الطائرات المسيرة، وفي اليوم التالي مباشرة لإعلان تأسيس جبهة تحرير أزواد في ديسمبر 2024 شنت مالي ضربات بطائرة بيرقدار التركية على تجمع قيادة الجبهة في تيزاوتي، وأسفرت عن مقتل 7 إلى 8 من كبار القادة، من بينهم فهد آغ المحمود ومسؤول قبلي بارز. مثل هذه العمليات زادت من حمق الحركات الأزودية وصعدت وتيرة المواجهات حتى بلغت ذروتها في هجمات أبريل 2026. بينما تشتعل جبهة أزواد في الشمال، تعاني بقية مناطق مالي من أزمات موازية. في وسط البلاد موبتي وسيغو يستغل الجهاديون الصراعات العرقية بين رعاة الفولان ومزارع الدبون وميليشيات دانا أما بساغو لتأجيج العنف وسط تداعيات التغيير المناخي والجفاف التي حولت التنافس على المراعي والماء إلى حرب إبادة وحرق القرى. في باماكو تواصل الطغمة العسكرية تمديد فترتها الانتقالية حتى عام 2030 مع قمع شديد للمعارضة شمل حل الأحزاب السياسية وحظر الجمعيات المدنية وإبعاد الشخصيات الدينية المؤثرة لتفريغ الساحة تماما. في رأيي الشخصي الذي لا قيمة له، التاريخ يثبت للمرة الألف أن القوة العسكرية وحدها ولن تحل أزمة أزواج منذ تمرد عام 1963 مرورا بتسعينات القرن الماضي وصولا لثورة 2013. تنتهي الحروب دائما بجلوس الأطراف على طاولة المفاوضات. الاعتماد على المرتزقة الروس في ضرب حركات الأزواج لن يمحو تهميشهم لأوروبا، بل ربما يدفع هؤلاء القوميين التوارق بشكل نهائي إلى أحضان الجماعات الجهادية، تماما كما رأينا في هجمات أبريل. بلاد اليوم تقف على حافة الانفجار الشامل، ولا مخرج من هذا النفق إلا بحوار مالي شامل وجريء لا يستثني المعارضة ولا المتمردين التوارق ولا الجهاديين المحليين. الحوار الشامل أو الغرق جميعا في نهر النيجر. إلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم مع مالي وحركة تحرير أزوان. تابعونا ليصلكم الجديد.